يا سيدتي، قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب من فضلك علشان نكمل الفيديو ونستمتع كلنا بالغنى والطرب في هذا الفيديو. يلا بينا. يهديك يرضيك، يهديك يرضيك، الله يخليك. يهديك يرضيك، يهديك يرضيك، الله يخليك. ما تحاورنيش، ما تضيعنيش، ما تحاورنيش، ما تحاورنيش، ما تضيعنيش، وما تحرمنيش من فرحتي بيك. ما تحاورنيش، ما تضيعنيش، وما تحرمنيش من فرحتي بيك. الله يخليك، الله يخليك. يسعد لي مساكم احبابي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير. النهارده جايه لكم بفيديو نقول عليه يعني هو قديم شويه، يعني اقدر اقول ان الناس كلها عملت الاكله اللي انا هعملها النهارده، بس بصراحه جه في بالي ان انا عايزه اعملها. الجلاش اللي هو بيتقطع كده بالمقص او بالسكينه، مش عارفه هوريكم دلوقتي كل العمايل يعني، بس حبيت اقول لكم بقى او امسي عليكم. اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. حابه كده ان انا اتكلم معاكم وجها لوجه بجد. لفه الجلاش اهي موجوده معايا، وهنحتاج لبن وهنحتاج سكر وهنحتاج نشا ونحتاج دقيق، شويه حاجات كده حلوه هنحتاجها، وهنعمل مع بعض الصينيه القمر دي اللي هتطلع ان شاء الله. و يلا بينا نعمل الاكله دي. يلا تعالوا بقى نعمل مع بعض الصينيه اللي هي الترند اللي كانت مشهوره جدا او ما زالت مشهوره، بس انا طبعا اتاخرت جدا في ترتيبها او ان انا اعملها، يعني بقيت متردده. بس بصراحه طلعت حلوه جدا، مش كلام فيديوهات وكده، بس لا طلعت لذيذه قوي. طبعا هجيب لفه الجلاش زي ما هي، ما تفرديهاش ولا حاجه خالص، تشيليها بس من الورقه وابداي قطعي زي ما بتشوفي كده معايا بالسكينه، ممكن بالمقص لو عندك مقص قوي حلو. زي ما هي كده تطلع شرايط شرايط بكل سهولة كده وخفية يعني. بعد كده يا ستي عندك اي صينية بقى. الوصفة الحلوة دي مش محتاجة صينية مثلا مستطيلة ضروري، او صينية مدورة، او اي بقى صينية عندك مفيش مشكلة خالص. بصي دلوقتي هعمل المهلبية بتاعتنا: كوبايتين من اللبن، معلقتين من الدقيق، والدقيق بصراحه بتديها تست حلو قوي، وكمان معلقه واحده بس من النشا والسكر والفانيليا بتوعنا، وخلاص على كده هنقلب كله على البارد. وبعد كده هضيفها على النار تتقل شويه، وبعد كده هسيبها تهدى او تبرد حبتين كده. هجيب بقى الصينيه، زي ما قلت لك اي صينيه عشوائي بقى كده. هناخد الجلاش بعشوائي، هفرده كده زي ما انتوا شايفين. يعني بجد بجد عايزه اقول لكم القصه دي كلها اسهل من السهوله بجد. ما كنتش متخيله قد ايه انها هتبقى لذيذه وحلوه، ويعني مع الكروكي اللي احنا بنعمله وبنشتغل بيه ده. دلوقتي المهلبيه اوكي تمام، تقلت ونزلتها من على النار. عندك بقى زبده، عندك معلقه سمنه، مفيش مشكله خالص، هتدوبيها في المهلبيه بتدي تيست حلو جدا. ما عندكيش برضو مش مشكله، مفيش اي مشكله خالص. بقولك صينيه سهله قوي يعني ما عندهاش مشاكل خالص. هقلب بقى المهلبيه كويس قوي في الزبده. بعد كده هاخد بقى بالمغرفه وهنزل على الطبقه الاولانيه اللي انا عملتها سقسقه بقى، فاهمه؟ براحتك خالص. بعد كده بفرد الطبقه التانية عادي بقيه الجلاش. بصراحه على فكره الجلاش لو عندك الكمية كبيرة هتقضي صينيتين مش صينية واحدة. ضفت عليها بس في النص كده كان عندي جوز هند، عندك مكسرات، عندك زبيب، عندك اي حاجة من حاجات بتاعة رمضان الحلوة ضفيها، هتطلع تحفة برضو. ما عندكيش برضو من غير حاجة هتطلع قمر. بعد كده زي ما قلت لكم الطبقة التانية اوكي. وهكمل بقية المهلبية بقى فوق الوش، يعني اغطيها خالص ما يكونش الجلاش باين نهائي. وبعد كده هندخلها الفرن هتتسوى عادي خالص، تطلع نحط عليها شربات عادي بنعمله كلنا في البيت، فالموضوع مش سهل، مش صعب.
تمام. بس يا ستي كده، وتقدميها بألف هنا وألف شفا، بجد جربيها وإن شاء الله إن شاء الله تعجبك، وأشوفكم على خير، وباي باي.